يطلبها من غير نفسه لا يجدها. فحيوا معنا طالبة الإبداع والتميز راما بدير، فلتتفضل مشكورة. السلام على أهل الهمة، فهم صفوة الأمم وأهل المجد والكرم. صارت بهم أرواحهم إلى مراقي الصمود ومراقب الخلود. من أراد المعالي هان عليه كل هم، لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم. ونصوص الوحي تناديك سارع ولا تلبس بناديك، وصابر ولا تنفس بواديك. اطلب الأعلى دائما وما عليك. فإن موسى لما اختصه الله بالسلام قال رب أرني أنظر إليك. تريد المجد ولا تجد، تخطب المعالي وتناوم الليالي، ترجو الجنة وتفرط في السنة. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواب، وأدميت عقباه بالحجارة وخاض بنفسه كل غارة. عليك الجد إن الأمر جد، وليس كما ظننت ولا نمت. وبادر فالليالي مسرعات، وأنت بمخلص الحدثين نمت. اخرج من سرداب الأماني يا أسير الأغاني، انفض غبار الكسل واهجر من عدل. فكل من سار على الدرب وصل، فكل من سار على الدرب وصل. نسيت الآيات وأخرت الصلوات، وأجهبت عمرك السهرات، وتريد الجنات. ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما كاد الأسد حتى وتاب. الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والدبر يحفر مغارة، وأنت لك مدة ورأسك على المخدة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك ينفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بالقوة يبني القصر المنير وينال المجد الشريف. صاحب الهمة ما يهمه الحال، ولا يخيفه القول ولا يخيفه المر، لأنه تبرع بالصبر. صاحب الهمة يسبق الأمة إلى القمة. اعلم أن الماء الراكد فاسد، لأنه لم يسافر ولم يجاهد. ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء. بقيت على سطح البحر الجيفة لأنها خفيفة، وسافر الدر إلى قاع البحر، فوضع من التكريم على النهر. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا. يا كثير الرقاد أما لنومك نفاد، سوف تدفع الثمن يا من غلبه الوثن. تظن الحياة جلسة وكبسة ولبسة وخلسة، بل الحياة شريعة ودمع وركع ومحاربة بدعة. بل الحياة شريعة ودمع وركع ومحاربة بدعة. نشكر الطالبة راما بدير على هذا الأداء الرائع. إن قوة الجلد والصبر كثيرا ما تفضي إلى النبوغ والعبقرية، تكسب الموهبة إن وجدت وتعوض عنها إن فقدت. ولكن لا يغني ذكاء بدون جلد، ولا ينفع نبوغ بدون صبر. فللصمت إشارات وإنجازات، ورب صمت أبلغ من قول، ورب إشارة أبلغ من فعل. فقد علمني الأصم أنه بصبره يستطيع العيش بلا لسان، وعلمني أن لغة الجسد هي اللغة الأجمل لإيصال الرسائل وبث المشاعر. علمني أن العيون تقول أكثر مما يقول اللسان، وأن اليدين تحكيان العديد من القصص، وأن الابتسامة هي أفضل كلمة يمكن أن ينطق بها الأصم. فرحبوا معنا بطلاب الصم، فليتفضلوا مشكورين.
النفس، إنها تميت القلب وتبعث على الخمول، ولا بد لعلاجها من ترويح على النفس، وليس الترويح على النفس إلا نوعا من التغيير يبعث عليه السأم من الروتين، وبذلك فعلينا اغتنام الفرص واستغلال الوقت من أجل الترويح عن أنفسنا واللجوء إلى شيء يخفف من همومنا ويزيد من راحتنا ويجدد أفكارنا ومشاعرنا وحياتنا الاجتماعية والاقتصادية. فرحبوا معنا بفرقة التمثيل بقيادة السيد علي الرابي، فليتفضلوا مشكورين. انت بتؤمري يعتبريني من اليوم بشرب حشيش. شو؟ حشيش؟ لا والله نعم. تحشش يا عمر؟ مش دايما. ولو انت تحشش يعني ما شفتيش وجه السار انت، حسيت عيني تضرب معي ولم تعرف اني الذي بغي. شو بتساوي يعني؟ بس بنزل شيء بديهين على الفيسبوك. شو؟ عمر تتبلش تتبلى اختك حتنصحها هيك. اخرفي انت لسه تقطع الثانيت اوعي تعبي هذه وزي ما كانوا بالمنجم، واليوم الساعة 11 في الليل بتسلج. والله إذا ما نبتيش ما قلتيش الكاميرا ما فضحتش في البلد، ما خلي زيد يتعجل الإنسان. عمر يا عمر وين؟ عمر أنا شو تعمل شو؟ ما أنا العام كله أخوي بقتلني، العام كله أمي بتطحني من الدار، لا بقدر شو أسوي؟ جيب يا بيبي والله والكلام ما غيرها منار جربتها عليك نور منار زيتون والخالة تحكي معك وتبيع عابرين يريحها والله انت من ريح يا ابن خالتي لماذا؟ ملهاش بس حكيت مع نص شباب بلد منار منار عشان كده كله شو منار لا 6 اقعد مش عايش في البلد انت عمل اللي يعمل سلاح 10 بالغلط. شو بالغلط يعني؟ تعال استفدها
لمين اتأسف؟ للكلية؟ نعم اتسبب يتأسف احملها وامشي فيها نيمها في حضنك وغنيها نامي يا حمام خلاص كده هذا تعال خويا اشرب اكسيل وتزعلي امزح معك تسلم اخي يلا شباب الرحمة يلا الشيخ جعفر انت ما بيحبه. انت جيتي يا انت خلاص ابعد عني انت مش ابعد عني. يا عدو الله يا بديع بنت حسين حرام البلاد.
اخرج ولا ما اخرجش؟ انت مالك يا جدع انت؟ ما تسيبنا نشوف اكل عيشنا يا باشا، حرام عليك. برا برا برا. ما تزعلش كده كل شيء. ضيق شكلك. انت جميلة. سمعت شو كلام؟ الشيخ جعفر كبضاي. خبي سهل من عند فين. جنينا اسمعينا كيف اخرجينا يا شرك خان اذهب من هان. ايه يا بيه انت اصلا ما بيعرف يمشي هندي. ايه انت شارب انت منين دي الغربي؟ انا كنت اول ان شخص مريد كنت اعرف ما بيعرف قطاري. انتم مبذر كبير. انا اكرهكم واكرهكم عرب عشان هيك انا ركبت ادم ولكني سوف اخرج لوحدي الان. كنت مني ها؟ لا ايه بس صوت انه مزيد كثير انك يخلق براسي. كنت يا شيخ باي باي يلا معي. تحية يا مدام مبسوطة؟ الحمد لله يسلم ايديك يا شيخ تفضل. لا لا يا حبيبي صدق يا مدام بلوش الفلوس. يلا السلام عليكم. ادم كلهم ما يكون صفرين ولا ادم اسكنوا تعالوا لك دكتور سهام. الحكيات يا دكتورة الولد قاعد بنازل يتشيل بنازل. ايه يا ام ادم كل شيء راح يكون تحت السيطرة ان شاء الله. شو احتمال الولد عنده سرطان؟ لا ولا شو اكس؟ لا ولا شو الخنازير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صلى على النبي يا حجي. حسب السن الثامن. الثاني اي في الثامن بقول لك حسب السن الثامن. في الثامن يعني الاعراض ابنك شارب حبة خطيرة اغلب الظن يكون شربها غدا. شو يعني خطير؟ يعني في حدا حط له حبة الكاس في الشمال بدون ما ينزل. الله ما يوقفك من هذا الحرام. إلهي يا ربي إني من أمري ما ينام الليل غير في الزنزاني. روح دائما من كل غير ولا ممنوع. وضبط وضربي أوضحى تسند الله. ما قلت ليش وين قلت
باختصار شديد احنا لازم نكثف زياراتنا اكتر ونثبت وجودنا يوميا داخل باحات المسجد الاقصى. لا شوفي في عجيب في انه مركز خطر، في انه قطعان المستوطنين بفوتوا يوميا على مسجدنا المقدس بدمشق، في انه المرابطه توجهني الامر للرباط داخل المسجد الاقصى. عجب هاي ثلاث الشغل وهم صار شكر فيش اكثر منه وخبز التنسيق واجه مشغله من وين لوين خطر يحدي. انت نصيبك جيت في وقت كان في الوضع هذا، عشان هيك مش راح تتكبر خطورة الوضع اللي احنا فيه. احنا عقاس الهام لا مالنا هيا مضطرة وكل شي متوفر والحمد لله. بعدين انا كان لما جيت بس الوضع هذا هيك الناس عندها بشكري. يا اختي الله يهديكي. الأقصى شو وين يعني؟ يتضربونا ويضربونا بيخسرونا. أنا نفسي تتبلل. إيش يا بايتا؟ إيش لا يوم؟ أنا باجي من وجهي بدي أدخل يعني بدي أدخل. جيبي هيا فيش هوية معيش نسيتها في الدار. إبعدي. يا والله خير كيف أنا بتنفهمي؟ ليش يا بايتا؟ إيش راح يلبي؟ أنا يا مين بديش عليه بدرته. خلاص كده ماشي. كان شاب توقف لازم سلامك ما الشعب هاتي شعريبة خوت ايه لحظة صار بسنين رمضان هداش يحلم هاي مشرف لتتعالى المستوطنين اللي فيها يستوى شماله مش كمان يمشي للإستاذ على غبال شغال عشان تستخدم ضد مين؟ ضد اهلك وناسك، ضد ولاد بلدك، تستمتع في اذية الناس. اصحى يا عمر، اصحى يا عمر. شو بدك مني؟ وطنك بيناديك يا عمر، وطنك بحاجة إلك، بحاجة لتعليمك، بحاجة لنجاحك، بحاجة لصلاحك. ارجع يا عمر، ارجع للطريق المستقيم، ارجع يا عمر. أنا ضميرك يا عمر. ماشي، وانا راح ألبي نداء وطني وراح اشتغل على تطوير بلدي، وراح اشتغل على تطوير بلدي. عمر مبروك شرجعك. مبروك على الوطن يا عمر، واخيرا
يوم صبرتوا علي واحتويتوني لما رجعت، وهسه والله تعالوا مع بعض نعمر بلدنا وايد بايد نزرع ورود التسامح والمحبه. بأسمائهم إلى المنصة: حسام فريج، بشار صرصور، شكري صرصور، عثمان طه، محمد أبو زايد، حسنة صرصور، وسام أشكر، مرام عاصي، ميسان عيسى، خنساء عيسى، رونق بدير، مي عامر، راما بدير، يسرى بدير، قادس عيسى، عمري عيسى، نانسي عامر، زينب عامر، أنصاف عقيلي، عدن عامر، تأليف وإعداد وتدريب المبدع علي الرابي، وهندسة صوتية مصعب بدير. مفعمة بالمجد والبطولة، فسادت سكينة مفعمة بالكآبة، شخصت فيها العيون وسكنت فيها القلوب، فتفاقم الوضع وازداد سوءا،
ولم يمكن القاتل أن هذا القتل قد أوهى بدعائم الممالك فهدم بناءها وقطع روابط الأمم فحل نظامها فضعفت قلوبهم وسقطت صروحهم وأغلقت أبواب الخير في وجوههم وطمست معالم الهداية عن أنظارهم. فهل من مستجيب لوقف ذلك النزيف؟ هل من مستجيب؟ نقدم لكم الآن فقرة شهداء في الذاكرة من إعداد الطالبة هبة صرصور وأداء الطلاب سهيلة طه، مي عامر، محمود عيسى، أركان طه، عبد الله عيسى، فليتفضلوا مشكورين. هيونداي وتويوتا ومازدا. كان الدم مغطي أواعيه، كان بيطلع من أنفي وثمي. كنت بشعر برصاصة اللي بتمشي جوات جسمي، حتى لما روحي بكت تطلع. كنت أحكي كثير بس ما كانش يطلع صوتي. قدام بيتي صرخوا الحقوه. كان لي مكتب تأمين، بس بحياتي ما فكرت أأمن حالي. ما كنتش بعرف إنه كم رصاصة بظهري وبجسمي رح تقتلني. كنت شايف كل شيء، حتى جنازتي والطلاب اللي علمتهم. كل حدا بعرفه وكل إنسان قبلته، حتى البعيد والقريب. كنت بحاول أحضن أولادي، أحاول أهمس بذانهم إنه أنا موجود، لساتني حدكم. امسحوا هالدموع وابكوا كويين. كنت بعلي من صوتي، بس حتى أعلى صوت ما كانش يطلع. ناديت باسم التعليم وحبه، بس قالولي انت صرت فوق والحقوق عند رب العالمين. كنت شايف كل شيء، حتى لما بنتي كتبت لي مشاعرها ونشرتها والقلوب اتألمت. وحتى لما ابني طلع يتعلم وبكل صفحة بيختم اسمي. وحتى أحفادي لما يسألوا وين سيدي، ودموع بنتي لما راح تنزف أبوها مش موجود. كنت بشعر بكل شيء، حتى بالجرح والغدرانية، وبدموع اللي جنبي وقوسته لجبيني، وكيف حملوني وعكتافهم حطوني. كنت شايف كل شيء وكنت بشعر بكل شيء. كنت لساتني صغير، وال10 سنين ما وفيتني. سمعت صوت أبوي بندهلي: يا ابني يا أنس تعال أكل. أخذت الأكل منه وحكيت له أنا رايح لعند ولاد عمي ألعب معهم، مش راح أطول. وقبل ما أطلع من البيت صرخت بصوت عالي: أبوي البيت بأمانتك. وقتها اتطلع فيه وابتسم، بس بالعادة هو اللي بيحكي لي هالجملة. طلعت من البيت وكنت حاسس بإشي. كنت أطلع جنب البيت فوقه
حتى للبس اللي كانت تيجي تتخبى عنا وقت الليل، للورود اللي زرعتهم والأواعي اللي انتشرت، لعبة أخوي الصغير وحتى كوار الورد المكسور. كل شي كان ذبلان، البيت لونه أسود والورود ذبلانة، حتى عيون أبوي لما ابتسم. ما كنتش بعرف إنه لما أطلع من البيت رايحة تطلع روحي للسما، راح تبكي أمي سنين وتقعد حد قبري وتنادي يا أنس يا ابني وينك؟ كنت شايف كل شيء وكنت بشعر بكل شيء، حتى اللي ضربني وبإيده حبس نفسي لحتى ما يطلع صوتي وبكل قوة قتلني. معلمتي مرة حكت إنه لازم نسامح خلال 3 أيام عشان ربنا يسامحنا، وحتى وأنا بجسم بارد عطاوني مشبرد من جسمي، وكثير ناس كانت عم بتخيط في جروحي. ما قدرناش نسامح. بهال3 أيام أطلعوا جنازتي، هدوا أمي هدوها، عزوا أمي، وبموتي مرمروا أبوي. كنت بستنى كل خميس ليجي عند قبري ويحكيلي قديش اشتاكلي، وأقول له عن الجنة قديش حلوة، أحكيله إنه في تيجان بتستنى لتزين رؤوسكم فيها انت وامي. بس حتى شوفت عيونه حرموني، وبإيده الكلفشات مسكوا. كنت بصرخ لا مش هو، ابعدوا عنه مش أبوي، بس حتى صوتي ما سمعوا وهمسي لقلوبهم ما قرب. بس ربنا كبير كبير كثير. طلع أبوي من ورا القضبان وبكي الظلم شبح بركض بكل البلد، شبح اسود بين البيوت بين العيلات وبين الكلوب. كنت بشوف كل شيء، كنت بشعر بكل شيء، حتى انت لما طلعت بعيني وحرمت من اخر نفس. بس صدى صوتي بعده ما راح وحقي ما بيروح، طول ما امي بسمعها بكل صلاة بتنادي لربي ما ينساني وما ينسى حقي. قديشك انت لازم تخاف من دموعها. كنت بشوف كل شيء وكنت بشعر بكل شيء. بينادوني أبو الياس، بينادولي يا رمز الوطنية، وبكم رصاصة بالغدرانية استشهد أبو الوطنية، استشهد أبو الوطنية اللي كان حامل هم القضية الفلسطينية. بحدود 20 سنة كنت بنادي للحرية من وراء سجن اسود، كنت قائد لأسرى الحرية، وكانوا يسمعوا لي كل مساجين الوطنية. كنت بشعر بكل شيء حتى لما كانوا يضربوني وجسمي يحكي باللون الأحمر والأزرق. بس كنت أتحمل وما تنزلت عن هالقضية مشان أرجع وأحضن هالوطن وهدي العواصف اللي جواتي، وهدي العواصف اللي جواتي بريحة تراب بلادي. ولما تحررت استقبلوني بالزغاريد والفرح أهالي بلدي الأبية. ما لحقت أتهنى بالحرية، ما شبعت من أولادي من مسكة ايدهم وحضنهم. ما حكيت لإلياس كيف راحت الأيام وأنا متمسك بذكريات طفولته. ما حكيت لفاطمة قديش اشتاكت هالإيدين لتحملها وتسرح لها شعرها. وشهيد زفوني وبعلم فلسطين كفنوني، عريس للشهادة وللحرية. كنت ببتسم حتى بعد ما بكاش بقلبي نبض. كل خميس بشوفكم تيجوا لقبري. يا ابوي أنا بعدني عايش، بشوف كل شيء وبشعر بكل شيء، حتى بدموعك يا فاطمة لما تتذكريني، والحسرة اللي بقلبك يا إلياس لما تشوف صورتي. يا حبايبي لا تخافوا، أنا هان جوات قلبك يا إلياس، وأحدك عطول يا فاطمة. يومها كنت سامع الرشاشات بتتجرب بشي محل. شعرت إني راح أشوف وجه ربنا، وما مركت كم ساعة
لحتى صرت فوق سابع سما. وللقاتل انت مش مجهول، انت مش مجهول، انت الشخص اللي باع ضميره وخلى من الكفر ديانة يعبدها. كنت شايف كل شيء، حتى كلبك الاسود لما عملها. كنت شايف كل شيء وكنت بشعر بكل شيء. مثل كل هالطلاب حملت شنطتي وحضنت امي وتسهلت لمدرستي. من جواتي كنت حاسس اني راح ابعد، بس لوين ما بعرف. حكيت لامي ديري بالك على اخوتي وطلعت. لما خلصنا الدوام وبطريقنا للبلد صوت رصاص حطم شبابيك الباص، حطم احلامي، كل شي تبدل حتى اخر نبض من قلبي. برصاصة وحدي خلص كل شي، خلص كل شي، ما عادش في تعليم او حتى مسك الكلام. وشافت امي وابوي حرموني. كنت شاعر بكل شي، كنت بشوف كل شي، حتى لما الرصاصة علقت روحي بين السما والارض لحتى عيوني ما عادوش يتحركوا. كنت شايف كل شي، كنت شاعر بكل شي. كنا برات البيت حد السيارة، ابني قدامي كل حياتي. كم رصاصة خلصت حياتي، خلصت حياتي. كنت شايف كل شي صار، حتى ولادي لما طلعوا برات البيت صاروا يصرخوا أبوي قوم قوم يا أبوي قوم. كنت بحس بالشارع بيهتز من تحتي، الدم بيمشي من صدري للأرض. كنت شايف كل شي، حتى انت يا أخوي لما حممتني، وانت يا أمي لما حضنتيني وانا جبت باردة. يا أمي قديش حنانك بيهدي وجع الكلب. يا محمد يا ابني، يا محمد خليك كوي، خليك كوي، امسك شهادتك وتعلم وارفع راسي. انت الفخر، انت الفخر. يا روان قديش كنت حلوة لما زفوكي. يا محمود خليك عطول سند لميرنا وحامي ظهرها. يا ولادي انا لساتني موجود، انا لساتني موجود. كلبكم كل نفس ودك الكلب لساتني موجود. يا ولادي خليكم الوردة، الوردة الحمراء الطيبة بين كل هالشوق. كنت شايف كل شي، كنت شاعر كل شي. فوتوني لجوا بيت اللي كنت راح اتجوز فيه. بكيت راح اتجوز بشي يوم، دخل ابوي علي صار يحمم فيه، وكان يلمس صدري محل رصاص وعيط. وقديش دموعك غالي يا بيي. بكيت اصرخ انا موجود، انا موجود، بس ما كان حدا يسمعني. بقيت اشوف الكل وما حدا بيشوفني. بقيت اشعر بكل اشي. بقيت سامعك يا بيي وانت تحكي لي يا مدلل بكفي دلال يلا قوم قوم خلينا نركب خزاينك ونزرع الوردات جنب بيتك. قوم يا ابني قوم. بقيت اشعر بكل اشي، حتى بدموعك يا بيي لما نزلت وحضنت جفوني. بكيت شايفك لما تحاول تسكر عيوني، بس يردوا يفتحوا لي انا ما شبعت منك. لبسوني ابيض وكفنوني، لفوني بغطا وحطوني بقلب النعش. ما بفهم يا امي ليش سموه نعش والميت بنحط فيه. اسئل كثير يا عالم حدا يحكي لي ليش ليش ليش. بقيت اشعر بكل اشي، بقيت اشعر بدموعك يا صاحبي، وكيف ما رضيت تحمل النعيش لانك كنت تصرخ ما بدك تودعني، ما بدك اروح واتركك. بقيت شايف كل اشي، بقيت شايف كل الناس اللي سكرت الطرق. بقيت سامع خواتي واني بكيت. بقيت شايف كثير ناس ما بعرفهم، او يمكن قابلتهم لمرة وحدي، بس في اشي من جواي ما عاد يتحرك. لما شفتك يا امي وانت فاتحة امك ومش مصدقة اني فوق الاكتاف محمول. بقيت اشعر بكل اشي، بقيت اشعر كيف ابعدوا غطى عني وكيف باس جبيني كل واحد بيعرفني.
كيف سكروا على وجهي، كيف حملوني وحطوا التراب علي يا أمي. بقيت أشعر بكل شيء، بقيت أسمع همسات سورة الفاتحة من كل فم قاعد قريب وبعيد عني. بقيت سامع وبشوف كل شيء، حتى صوت قلبك يا أمي وانت بالبيت كنت بعرف كل شيء ما عدا شيء واحد. شو ذنبي شو ذنبي شو ذنبي شو ذنبي شو ذنبي شو ذنبي. كفر قاسم يا بلد الأمن والأمان. كفر قاسم كفر قاسم، لو أنت رح نضلنا ندفن بولادنا بناتك صغيرك قبل كبيرك. لو أنت رح يضل مسلسل هالقتل. لو أنت يا كفر قاسم، لو أنت امبارح دفنا أولادنا بمجزرة عملها الغريب فينا، واليوم ندفن بولادنا اللي عملها مجزرة عملها واحد منا وفينا. لو أنت يا كفر قاسم، لو أنت وينك يا شرطة جماهيرية؟ وينك؟ مين القاتل؟ مين المقتول بكرة؟ انت ولا أنا؟ مين؟ لو أنت رح تبكى هالآهات القسماوية، لو أنت رح نضلنا نسمع صوت الموت من جوامع بلدنا، لو أنت وأنت رح تنحل هالقضية. وأنت سنة، سنتين، 7، 10 ولا 20، وأنت رح يبين هالقاتل وينال عقابه. وأنت رح يهدى كلب أم أنس بحبس قاتل ابنها، وما يبكاش بكلب عائلة الشهيد عامر وجع حرية هالقاتل. وأمجد شو ذنبه غير إنه مسك شنطته وتسهل لمدرسته. وأبو إلياس شو الذنب اللي عمله؟ شو الذنب اللي عمله تتحرموه شوفة إلياس حضن فاطمة؟ شو؟ لو أنت يا كفر قاسم، لو أنت وأنت رح تنحل قضية رسلان اللي زفوا بنته وهو مش موجود. ومين اللي قتل سهيب وخلى من اللعب والملاعب مضرار دموع؟ وأنت لو أنت طول ما احنا ساكتين يا اهالي بلدنا رح يضل هالقتل يخطف بولادنا. طول ما احنا صامتين ومش متحركين رح يبقى القتل يدفن بولادنا. لو انت يا اهل البلد، لو انت لو كان التعليم سلاح للعنف كان استاذ عامر وحتى امجد موجود اليوم ما انقتلش. لو كانت الطفولة سلاح للعنف كان ما تجرأوا بقتل انس. لو كانت الرياضة سلاح للعنف كان الرصاص استحمل شوفة سهيب. لو كانت الأبوة يا عالم، لو كانت الأبوة سلاح للعنف كان أبو محمد هين بحضر بحفل تخرج ابن. الأستوديو لمصعب، بارك الله فيك. كلمات وإخراج هبة رافع، محمد خليل صرصور. شكرا. حابة أشكر معلمي حليمي، معلمي الليالي، معلمي عايشة، أستاذ إياد، لأنهم هم بس الوحيد اللي دعمونا في هالمشروع. شكرا لكم. يعجبني الطالب إذا أدرك أنه الشباب، وأدرك أن الصبا عهد لهو ولكنه عهد تحصيل،
وأن حياتنا المدنية غير حياة الغابة والصحراء، وأن المدنية لم تنزل من السماء جاهزة ولم تسقط على الأرض بالدعاء والتمني، وإنما هي نتاج مجهودات عقلية جبارة، وهي حصيلة السنين وإرث الأجيال، فهم وارثو الأجيال وحاملو المشعل من جيل إلى جيل، وهم يؤمنون بأن عربة الحياة لا بد أن تسير دوما نحو النور. إنهم طلاب شاملتنا فحيهم معنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حضرة مدير المدرسة الشاملة، راعي المسيرة التعليمية والمنارة التربوية الأستاذ إياد عامر، القائمون بأعمال البلدية ممثلين برئيس البلدية السيد عادل بدير، ورئيس قسم المعارف الأستاذ ناشد بدير، المعلمون والمعلمات بحور العطاء وينابيع الحنان، الأهالي الأعزاء والحضور الكريم، تحية طيبة تفوح برائحة التميز، تحية يعجز اللسان عن وصفها والقلم عن خطها. يطيب لنا نحن خريجي الثانوية الشاملة أن نقف بين أيديكم ونحن على أبواب التخرج بعد حصاد سنوات 3 مضت من الجد والاجتهاد، محملة بذكرى وردية ستبقى عالقة في القلب خالدة في النفس. كنا ولا زلنا أسرة واحدة نستظل بظلال العلم ونرتشف من ينابيع الأدب ونفترش بسط التربية ونمضي في سبيل النجاح تلو النجاح. ها هي الأيام تمضي بنا بسرعة البرق اللامع، حاملة معها ذكريات جميلة لن تنسى وأوقات سعيدة لن تطوى، أوقات صافحت فيها أيدينا أوراق الكتب وخطت أقلامنا كلمات الدروس وحفظت ذاكرتنا أحداث التاريخ ورددت ألسنتنا مأثورات ديننا الحنيف. أحبائي، هي دي الحياة، محطات ومحطات ومحطات، نقف في انتظار القادم من الأيام وفي العيون من الدهشة الكثير، وفي البال بلايين الأسئلة والتساؤلات، وتبقى فينا خصال نود لو نقبض عليها الأكف بكل قوة كي لا ترحل. هي الإرادة التي تدفع دوما لمحض المستحيل واقتحام المستقبل لنصنع منه جنان الحياة، فشرف الإنسان في نضاله وإقدامه، ورغد العيش في الكذب والتعدي وصولا لغايته. أيها المدير والمعلمون والمعلمات، لا يسعنا إلا أن نقف على أقدامنا إجلالا لكم لما حملتم على عاتقكم مسؤولية بنائنا وإعداد نفوسنا. كم هونتم علينا العقبات وأسمعتمونا أحسن الكلمات، لقد كنتم ولا زلتم رمزا للتفاني والوفاء ونبراسا للعمل والعطاء. أيها الأهل الأعزاء، فليبارك الله ما قدمتموه من دعم وسند لنا ومن إنفاق على تعليمنا ووقوف على تربيتنا حتى أوصلتمونا إلى أن نقف في هذا المقام هنا. أيها الخريجون والخريجات نجوم هذا الحفل الكريم، كونوا أصحاب نفوس طواقة وهمة عالية، وليكن هدفكم دفع مسيرة طلب العلم لنيل أعلى الشهادات وتحصيل أرفع الدرجات. فالتزموا بعلمكم وأدبكم واخترقوا حجب الجهل والظلام، وتعلموا من الشجرة كيف تعطي ثمارها دون أن تسأل.
من الذي أخذ؟ أعزائي رفقاء دربي، إلى اللقاء في عالم نكبر فيه سويا وفي زمن نصنعه نحن ونجمله. إلى اللقاء في أرض تلفها معرفة نحن أهلها وروادها. وأخيرا من سار على الدرب وصل، فنجعل العلم مطلبا والتغيير للأفضل هدفا، داعين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه مصلحة هذا البلد الكريم المعطاء التي بينها وبين الجمال نسب متين. فعلينا أن نستوفي قسطنا من الحياة على أكمل ما نستطيع من متعة ونتذوق حلوها وننسى آلامها. فهذا الفن يترك أثرا في نفس مشاهديه ومستمعيه، وأبسط شيء لنعرف سر جمال الفن أن نتمتع به. فتعالوا نستمتع بفرقة الدبكة الشعبية بقيادة مسعود عامر، فحيوه معنا، بارك الله فيهم. بقى مجر ورا بس احنا قريب. العريس العريس